مخيلة العيناويين. كرة ملعوبة أمامية. بيرج الله هنا في مباراة الوداع، في مباراة الحضور الأخير والظهور الأخير. يأتي هنا بير كارلوس ويسجل أو ماركوس ليسجل الهدف الأول في المباراة. هدف أول عن طريق ماركوس بيرك، عن طريق اللاعب المتألق الذي هنا يتواجد وهنا يحضر في حضور الأخير في مباراة الأخيرة في موعد الأخير. هذه الركلة الركنية التي ستلعب على يسار حارس المرمى أمامية بالرأس. الله هدف التعادل بالنسبة لاستقلال طهران. التعادل يسجل عن طريق قلب الدفاع محمد داشنغار في الكرة الماضية يأتي بهدف براسية صعبة جدا على خالد عيسى، بالتالي هلا هدف التعادل يسجل في هذه اللحظات. لاحظ الكرة لعبت بدون مراقبة وبالتالي إلى زكي بور، ملعوبة داخل. هذه خطيرة وهدف تقدم لمصلحة استقلال طهران. هدف التقدم لمصلحة استقلال طهران في هذه اللحظات. الفريق الذي عاد بعد أن تأخر في شوط المباراة الأول يسجل هنا الهدف الثاني لمصلحته في هذه اللحظات عن طريق لاعبة مرتضى تبريزي. هي كانت خطيرة شكلها في مضمونها في الأسماء التي كانت خلفها وبالتالي